مدام، عاملين يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين يا وحشتوني في قناه يوميات ام ادم. ليا فتره مش بنزل لكم فيها، بس قلت النهارده هجرب معاكم الورق العنب اللي احنا جبناه والسمبوسه. اقولوا لي يعني اقول لكم ايه رايي، تجيبوهم جاهزين ولا نعمل الورق العنب في بيتنا؟ تعالوا هنا بصوا الحاجات اللي احنا جبناها. جبت سمبوسه كده من بره وجبت ورق عنب من بره، واحنا جعانين انا وابو ادم دلوقتي بعد ما جيت من السوبر ماركت. بصوا دلوقتي الساعه 2، مش هقدر يعني استنى واشيلهم في الفريزر واجربهم يوم تاني. انا جعانه هجربهم النهارده. بصوا يا حبايبي هنفكهم، انا مش عارفه ماله مش راضي يتفك، الورق اللي فيه شديد الكيس. وجبنا العنب دي زي ما وريتهم لكم، وحالا نحط فيهم الرز والحاجات مع بعضينا ونجرب دول. بصوا الله، باين ريحته حلوه ريحته حلوه ريحته حلوه. بص طبق جوه كده، وجبت الحله تحت الصغنطوطه دي عشان هلفهم فيه واحطهم. بصوا يا حبايبي اسخن ميه في الكتل عشان نحط عليها ميه سخنه. بصوا على فكره باين عليها حلو، بصوا ملفوف كده جميل. هرص في الحله. الله الريحه بتاعته خطيره، الريحه بتاعته جميله. اول ما تتلف الحله هرجع اوريهولكم. بصوا يا حبايبي انا تافهه انا قلت على نفسي تافهه عشان جبت الورق العنب ده. انصحكم ما تجيبوش يعني، صغير ما يستاهلش. بصوا الحله الصغيره اللي خدت لفتين، ايه ده يوكل ايه ده؟ انا هاكلهم انا دول، هاكلهم انا. ايه ده معناته؟ ايه ده؟ انا فكرت العلبه كبيره وب100 وحاجه. ايه ده؟ استغربت بصراحه والله. بصوا هو ما يستاهلش بصراحه، غالي وصغير. لا ما تجربوش. انا عارفه لو جبت برطمان وكنت لفته ببيتي، بس قلت هجرب الصراحه. يعني انا عجبني هو في الثلاجه، وماما اتزنقت لي ما تجيبيش، بس انا جبت. والسمبوسه بتاعتنا اها. بس كم واحده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الحاجات مش عارفه زي ما يكون ايه ده، غاليه كده. بصوا السمبوسه هننقلها مع بعض في الزيت. بصوا تعالوا بقى يا حبايبي هنرش بقى توابل من فوق. هنحش الدنيا كلها دي. هجيب ملح، هرش شوية ملح عشان هي شوية ملح كده. هرش فيها تاني شوية كزبرة ناشفة كده بتحلي الأكل. وما تاني، وهنضيف مرقاية. حبايب قلبي من آدم كده. هنضيف مرقاية عليهم عشان يبقى طعمه حلو. وانزل بالميه السخنه اللي بتغلي وهولع العين. هي الفيشه متحاشه، الفيشه متحاشه. ايوه مدام لما تكون مستعجله في المطبخ تعمل اكتر من كده. هنوطي العين عليها عشان نولع العين الكبيره، وهنصب الميه اللي بتغلي على كدهم بس كده، على كد اللي احنا حاطينهم يعني هم صغيرين. وهنحط الغلايه هنا. تعالوا نشوف السمبوسه بتاعتنا ده هنعمل فيها. بصوا يا حبايبي هنحط شويه زيت جليه كده في الصينيه، شويه زيت مختبرين كده. انا طلعت مقلايه نظيفه عشان الزيت اللي هيزيد هشيله، خساره اصلا وهي عايزه زيت غزير. الزيت اللي هيفيض هشيله عشان المقلايه التانية فيها زيت، والزيت اللي فيها يعني كنت مستخدماه، وانا عايزه زيت نظيف عشان يدهاني لون الذهبي جميل. ما تاخدوش في بالكم الحاجه لسه ما رصتهاش، ولا الزيت ولا الورق العنب سايباه يطيب والزيت يسخن عشان نبني زيت غزير. وتعالوا اوريكم العلب بتاعتنا اللي احنا جبناها. فتحتهاش معاكم في مطبخ ام ادم، هفتحها معاكم في يوميات ام ادم. بصوا بجرار. ماسكين ليه كده ببعض؟ يا خراب يا ليل يا نهاري. اختي ماما زينة تتعذب زيي. يا لهوي. بس اختي ايوه. ايه ده صغنطنطين يعني، حجم. بصوا
تلاتة احجام، كبير وغنطط وسط. بصوا 3 الصراحة تحفة، الصراحة جميلة بجد والله، بتكلم بجد. دي هنملاها رز، واحد شعرية واحد مكرونة. ايه رأيكم؟ استنوا هنرجع لكم. بصوا دي ال5 كيلو اللي احنا جبناها عشان تقعد معانا شهر رمضان. هنفضي الرز. بصوا هستخدم من العلب وهشيل دي بعيد تخلص افضي فيها. خلاص كده دي هنشيلها بعيد في التربو، هنشيلها في مكان فاضي كده هادي، بس لها مكان فاضي غطا كده بعيد. لونها بس مع المطبخ كده يدي شكل منظر حلو. بصوا حبايبي، بصوا جميلة بصراحة. تاني انا احطها، ايوه كده صح. بصوا لها جرار، بصوا عشان نفضي الرز وتقفل الجرار كده وخلاص. ايه رأيكم؟ قولوا لي، عايز اخد رأيكم. تحفة صح؟ اها. هنحط السمبوسة تحمر. بصوا هنحط السمبوسة. بصوا هنحط العيش عشان الزيت سخن. لا استنوا هنجلبها ونطلع. وبصوا دي يا حبايبي حطينا فيها شعريه، وهشتري شعريه تاني عشان انا ما عنديش الا دول بس. بصوا كده غلط، كده صح. لازم تتركب صح. بصوا لازم تتدبر. شايفين المنظمات دي فرقت كتير في المطبخ يا حبايب قلبي ام ادم. هنخليها كده بعيد. هنعلي العين على السمبوسه عشان كنت موطيه. هنفضي سكر في دي، هفضي سكر في دي. 3 التانيين هنشوفها مفضيه. كل حاجه لحالتنا كده عشان مش لاقيه المقص. لفت على المقص عشان اقص الشوكولاته تحت الرز وما لقيتهاش. قلت خلاص نخلي الكيس كده. بصوا السكر، نجيب كيس تاني سكر ونحطه عليه. نقفل. بصوا كده السكر. ال3 التانيين هنفضي مكرونه. بصوا يا حبايبي دول ال3 التانيين هما. بصوا دول ال3 التانيين. هنحط. مش عارفه ليه بتفكوا بالعافيه ليه كده، مش فاهمه. استنوني. بصوا بقى حلاوه السمبوسه، شايفين؟ الله 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 على حلاوه السمبوسه. بس لسه طالعه. بصوا طالعه من الزيت حالا. هنسيبها تبرد عشان مولع. هنستنى الورق العنب لما يطيب. انا لسه بفكه في دول عشان مش قادرين يتفكوا. نطلع دول كده. هم جامدين على فكره. بس اها ايه رايكم؟ استنوا. بصوا كده يا حبايبي، نجيب كيس مكرونه هنفكه وهنحطه هنا، وهنجيب مكرونه تاني برضه. ما جايباش مكرونه صغيره معايا، جايبه مكرونه سباكيتي. ممكن نضيف عليهم المكرونه السباكيتي على جنب بدل ما نخليها في الكيس. بصوا هنجرب. هتشيلوا. لا مش هتشيل المكرونه السباكيتي دي. ممكن نحطهم كده صح. ايوه بصوا نحط عليهم المكرونه السباكيتي كده. هيكفي. مش عارفه هيكفي ولا لا. خلينا هجرب معاكم. بصوا استنوا كده هنلمهم. هو حاجة المكرونة الاسباجيتي واحدة لوحدها بس مش جايباها، يعني مش عارفة احطهم في واحدة لوحدها. دقيقة كده ثانية. هنطلع الاسباجيتيات بتوعتنا دول ونفضي المكرونة هنا. بصوا
ننخس كده. اوب 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 اوب. وهنحط الزبادي لوحدها. انا حسيت ان هي كده هتمشي صح. حسيت ان هي هتكفي. بصوا دي المكرونه اللي هي الاسباجيتي. ايوه المكرونه الاسباجيتي. كل ما نجيب مكرونه اسباجيتي نحطها فين هنا. ودي خليتها للمكرونه. شايفين دي خليتها للمكرونه. ايه رايكم بقى في اختراع ادم؟ مش هينفع اصل مكرونه اسباجيتي على مكرونه صغنطوطه. دي للمكرونه الصغنطوطه ودي للدقيق. عندي كيس دقيق فبحطيهم فيه. بصوا اهو كنت ربطاه كده خايفه عليها. الصراحه على فكره العلب دي اختراعها جميل، اختراعها عسل. بصوا ده كيس دقيق لسه جديد عندي، ما خدتش منه الا مره واحده بس. هفضيه كده واوريهولكم. هي هتشيلهم باين. بتشيل كيس دقيق. تحفه والله. العلب دي جميله بصراحه، انا عجبني. انا هجيب منهم تاني عشان عايزه 3 تاني للفاصوليا وللعدس، ولو جبنا لوبيا او جبنا حاجات زي كده فرق يعني حلو خالص بصراحه. بصوا كده كيس الدقيق اللي كنت شايلاه اهو كده خلاص. شايفين؟ بصوا ناخد بقى بالكوبايه. ايه رايكم؟ انا حبيت اعمله معاكم هنا اهو. بصوا فرق جميل. هلا اوريكم لما ارصه. بصوا يا حبايبي قعدت ادور في التربو، لقيت كيس شعريه تاني يعني انصاص كنت ناسياهم. رحت فضيتهم على بعضهم. بصوا العلبه اتملت كيف. ولو دورت ممكن الاقي مكرونه. يعني التربو مقلوب على بعضيه على فكره. الاكياس بصوا اتملت. التربو مقلوب على بعضيه. ادينا هنشوف ورق العنب ايه الاخبار. وده جاهز. ده في البرطمان بتاعه، مش ضروري نحط في برطمان. بصوا جايب البرطمان بتاعه عسل. بصوا يا حبايب قلب ام ادم العلب دي مش هحطها في التربو. بصوا هحطها فين. انا فسحت الكباب بتاعتي عشان انا نص الكباب حطها في المطبخ ونص الكباب في المطبخيه. في مكان في المطبخ هعمل ايه بقى؟ هرص فيه الحاجات بتاعتي دي. هرص الاتنين الكبار دول من جوه. ده الرز البسمتي وده الرز البلدي. هرصهم كده اهو. بصوا هيدي شكل حلو كده. شايفين كده؟ فين الصغنطوطه التانية؟ ولا الكبير من جوه والصغير من بره. حاضر. كده الكبار اللي كد بعض كده. وبعدين احط الاتنين دول. بصوا كده تحفه شكلهم جميل بصراحه. ايه رايكم؟ بصوا ايه رايكم؟ بصوا تحفه كده. عوزنا مكرونه نطلع، عوزنا شعريه نطلع، عوزنا رز نطلع، اي حاجه. ونقفل الضرفه. ونسيت بتاعت ايه المكرونه. ايوه صح، في المكرونه نسينا نحطها من جوه. هرجع احطها. بصوا كده يا حبايبي رصتهم كده بالادراج. 2 كبار جوه والاتنين الوسط والاتنين الصغنطمتين والرز البسمتي بتاعنا جنب الاطباق جنب الكبابي. شايفين شكل المطبخ بقى تحفه. ونقفل كده المطبخ بتاعنا. وهنا بقى علبه السمنه حطيناها، وهنا المخللات بتاعتنا، وهنا السمبوسه اللي رايحين ناكلها. وهجرب لكم المشروبات دي. بصوا بس الفيديو ده هتشوفوه بقى فين فيديو تاني ان شاء الله. واحنا بنجرب الورق العنب، واحنا بنجرب المشروب اللي احنا جبناه ده الغريب، والسمبوسه بتاعتنا. بصوا الورق العنب تحفه، ريحته خطيره، الريحه بتاعت البخار خطيره. يلا كده سيبكم بخير وسعاده وهنا يا حبايبي. وده العصير خلاص نحطه في التلاجة. وخلاص يا حبايبي كده خلصنا الحاجات بتاعتنا. يلا باي.